فيلمنا بيبتدي في دولة تركيا داخل قطر متجه لمدينة اسطنبول، وبيكون روبرت جوه القطر ده ومتنكر في زي راجل شرقي زي أي مسافر عادي. وبنلاقي راجل قاعد على الكرسي اللي جنبه وبيغطي بنت صغيرة وبيسيبها وبيروح لعربية تانية، لكن روبرت بيكون عينه عليه وبيروح وراه. وبيكون الراجل ده قاعد مع 3 أشخاص جوه عربية خاصة في القطر. وقبل ما روبرت يطلب حاجة يشربها، الراجل بيقوله إن العربية دي مقفولة عشان يخرج روبرت، لكن الراجل ده بيقوله يدي روبرت اللي هو عايزه. وبيعرف بعدها إن روبرت أمريكي، وبيقوم عشان يرحب بيه وبيقوله لو بتدور على أي حاجة في تركيا أنا ممكن أوفرها لك بسهولة. روبرت بيقوله أنا بدور على راجل خطف بنت بس لمجرد إنه يعاقبها، مش عشان بيحب بنته، وطبعا بيكون يقصده هو بالكلام ده. فالراجل ده بيرد عليه وبيقوله منصحكش إنك تدور عليه لأنه ممكن يكون خطر جدا على حياتك. وبيكون عارف إن روبرت جاي ياخد منه البنت عشان يرجعها لأمها. فروبرت بيقوله أنا هديلك فرصة أخيرة عشان ترجع البنت من غير أي مشاكل، لكن الراجل بيرفض وبيطلب من الناس اللي معاه إنهم يتخلصوا من روبرت، اللي بيبدأ إنه يظبط ساعته ويركز في أدق التفاصيل قبل ما يبدأ إنه يتخلص من الأشخاص دي واحد ورا التاني في ثواني معدودة جدا. وبيروح بعدها لأبو البنت اللي بيكون مرعوب من روبرت وبيقوله إن الألم اللي هتحس بيه دلوقتي كفيل إنه يغير حياتك للأبد. ونسمع بعدها صريخ الراجل ده من برا القطر. وبيرجع بعدها روبرت وبيرجع البنت تاني لحضن أمها. روبرت بعدها بيواصل حياته بشكل طبيعي، وبنعرف إنه بيشتغل في شركة توصيل خاصة، وبيكون ودود جدا مع الزباين اللي بيركبوا معاه حتى لو كان المقابل مبالغ قليلة جدا. وبيقابل روبرت في يومه ألوان كتير جدا من الناس وبيشاركهم لحظات بسيطة جدا من حياتهم. وبيرجع بعدها روبرت في طريقه للبيت، وبنلاقي إن علاقته كويسة جدا بجيرانه، لكن روبرت بيكون عايش وحيد في بيته بعد وفاة مراته وعنده إحساس بالوحدة. بنروح بعدها لمدينة بروكسل في بلجيكا لشخص اسمه كالبرت، وهو راجع بيته عشان يقابل مراته اللي مستنياه على العشاء، لكن بيتفاجئ بوجود فريق اغتيالات مكون من 3 أشخاص. واحد منهم بيقتل مراته قدامه، وشخص تاني بيجي بيحط في ايده المسدس عشان لما يقتلوه يبان في التحقيقات انه قتل مراته وانتحر. ولما كاربرت بيسأله بتعمل كده ليه، بيقوله ان ده شغلي وان انت مجرد اسم مكتوب على ورقة في جيبي مطلوب التخلص منك. وبيقتله بعدها. روبرت بعدها بيكون بيشتري كتاب من المكتبة، وبتكون البنت اللي رجعها لأمها موجودة هناك، وأمها هي صاحبة المكتبة. وبيطلب منها روبرت إنها ما تجيبش سيرة عن اللي حصل لأنه بيكون عمل الخدمة دي للأم من غير ما تعرف. وتطمن بعدها إن وضعهم بقى بخير وبيمشي. وبيكون روبرت بعدها في شغله كالعادة، وبيجيله طلب توصيل من بنت، واحد بيجي يوصلها وبيدي روبرت فلوس ويمشي. روبرت بيلاحظ إن البنت دي تم الاعتداء عليها، فبيرجع بعدها للمكان اللي خدها منه، فبيفتح له شخص وروبرت بيقوله إن هو اللي وصل صديقته، فبيقوله إنها مش صديقته وإنها كانت مجرد متدربة في الشركة بتاعته. فروبرت بيقوله إن بطاقة الائتمان اللي حاسبوه بيها اترفضت من البنك، فبيديله الشخص ده بطاقة ائتمان تانية، وكمان بيقوله خد إكرامية كويسة ليك. لكن روبرت بيقوله إنه وصل البنت اللي اعتدوا عليها للمستشفى، وبيطلب منه أي كاميرات أو تليفونات استخدموها في تصوير البنت دي وهم بيعتدوا عليها. طبعا الشخص ده بيروح يقفل الباب عشان يضربوا روبرت ويتخلصوا منه، لكن روبرت ساعتها بيكون بيدرس تفاصيل المكان وبيظبط ساعته، وبعدها بيضربهم واحد ورا التاني وبيصيبهم إصابات قوية جدا كعقاب ليهم على اللي عملوه مع البنت. وبيروح بعدها للشاب اللي وصل البنت، وبيكون طبعا مرعوب من روبرت، وبيطلب منه انه يبلغ عن اللي عملوه في البنت، وبيقوله ان فلوس ابوك مش هتنفعك المرة دي، وبيطلب منه انه يديله ايده وبيكسر له صوابعه. وهو ماشي بيقوله انا مستني منك تقييم 5 نجوم على تطبيق التوصيل. وبيرجع بعدها روبرت لبيته وبيلاقي سوزان صديقته المقربة مستنياه يتعشوا مع بعض. روبرت بيفضل يشكلها عن وحدته بعد غياب فيفيان مراته، وبتفضل سوزان تواسيه وبتسيبه وتمشي بعدها. تاني يوم روبرت بيكون متضايق جدا لما بيقابل جارته فاطمة، لما بيعرف ان في حد عنصري خرب لها جنينتها الصغيرة وكمان كتب عبارات عنصرية على الحيطة. روبرت بيبدأ يمسح العبارات دي
وبيقابل جاره مايلز بعدها اللي بيكون بيدرس فنون جميلة، وبيطلب من روبرت إنه يعمل المهمة دي مقابل مبلغ مالي. فروبرت بيوافق، بس بيقوله إنه يعمل كده بعد مواعيد الدراسة بتاعته. وبنعرف بعدها إن سوزان هي اللي بتحقق في مقتل الزوجين اللي في بلجيكا، لأن كالبرت اللي اتقتل كان بيشتغل في حساب الوكالة اللي بتشتغل فيها سوزان، وبتطلب إنها تعين مسرح الجريمة بنفسها، وبتسأل صديقها ديف لو حابب يجي، فبيوافق. وبنلاقي روبرت بيسأل دايما على سام اللي بيوصله باستمرار، وسام بيقوله إن كان ليه أخت رسامة اسمها ماجدة، وكانت رسمة لوحة جميلة جدا، لكن بعد الحرب العيلة اتقسمت وانفصل عن أخته وبعد عنها لمدة 60 سنة. وبعدها لقى شخص بيبيع اللوحة دي في مزاد في باريس ب12 مليون دولار، فهو بيحاول بالصورة اللي معاه دي إنه يثبت إن الرسمة دي ملك لأخته. روبرت بيكون بيتعشى مع سوزان وبرانن جوزها قبل ما تسافر لبلجيكا، وبيطلب منها إنها تتحرى عن موضوع أخت سام وتعرف حقيقته. ولما بتوصل سوزان لمسرح جريمة قتل الزوجين وبتبدأ تعين المكان، وبتمشي بعدها وبتكون قدرت توصل لمعلومات عن أخت سام واللوحة بتاعتها، وبتكلم روبرت وبتقوله إنها هتبعتله كل المعلومات دي. وبتطلب سوزان بعدها من ديف إنه يعمل تحريات أكتر عن جريمة قتل الزوجين، وبتقوله إنها شاكة في حاجة في الجريمة دي بس مستنية ترجع تاني لأمريكا عشان تتأكد منها. وبتركب سوزان الأسانسير مع ديف وبتسيبه بعدها عشان تروح لأوضتها. وقبل ما تبدأ تفتح الباب بنتفاجئ إن في 2 من الشباب كانوا راكبين معاها الأسانسير وبيزقوها جوه الأوضة وبيضربوها وبيطلبوا منها إنها تطلع الفلوس اللي معاها. سوزان بتقدر تقاومهم بعدها، وكمان بتقدر إنها تطعن واحد في رجله، لكن بيجي الراجل التاني اللي معاه وبيقفل الباب. روبرت بعدها بيكون مع مايلز اللي بيكون مسح العبارات العنصرية اللي كانت مكتوبة على الحيطة وبيجهز للوحته، لكن بيجيله بعدها تليفون من برايم جوز سوزان عشان يبلغه بخبر وفاتها. روبرت بيمشي وهو في حالة صدمة، وبيروح بعدها لبراين عشان يعزيه، وبيرجع بعدها لبلجيكا تاني وبيلاقي الأشخاص اللي قتلوا سوزان قاعدين مع بعض، وموبايل واحد فيهم بيرن، ولما بيرد في قنبلة بتنفجر وبتموتهم كلهم. وبنعرف ان اللي اتخلص منهم نفس الأشخاص واللي كانت سوزان بتحقق في قضيتهم. روبرت بيكون في بيته وبيراجع كل كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في المكان اللي اتقتلت فيه سوزان، وبيبدأ يحلل كل تفاصيل الجريمة. وبيروح بعدها لديف اللي بيكون فاكر ان روبرت مات أثناء تنفيذ عملية معاه، وبيتفاجئ انه لسه عايش، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن حياتهم زمان، لحد ما روبرت بيقوله انه راجع كل الكاميرات، وبيقوله كمان ان اللي قتلوا سوزان كانوا عارفين اوضتها كويس، وده لانهم داسوا على نفس رقم الدور بتاعها في الاسانسير، وكمان ان الطلقة اللي ماتت بيها سوزان طالعة من شخص محترف. وبيقول لديف انه متأكد ان موت سوزان مش صدفة، فبيرد عليه ديف وبيقوله انه لقى الاشخاص اللي قتلوها مقتولين في شقتهم بعد انفجار قوي، وبيقوله كمان انه معاه مهما حصل عشان يوصلوا للي قتل سوزان. وبيرجع روبرت البيت وبيبدأ يراجع تفاصيل حادثة الزوجين اللي كانت بتحقق فيها سوزان، وبيبدأ يتخيل مكان الحادثة كأنه كان موجود معاهم. وبعد ما راجع كل التفاصيل بقى متأكد ان في حد ورا اغتيال كالبرت ومراته، وان موتهم ما كانش بسبب كالبرت. وبيتصل بعدها بديف وبيقوله ان الشخص اللي قتل كالبرت ومراته شخص بيستخدم ايده الشمال، مع ان كالبرت كان بيستخدم ايده اليمين. واللي قتل سوزان عرف انها قربت جدا تكتشف مين اللي قتل كالبرت ومراته، وعشان كده تخلص منها. وبيلاقي روبرت ان مايلز جاره بقاله فترة بيشتغل في اللوحة، وبيعرف ان عصابة مخدرات سممت له تفكيره عشان ينضم ليها. فروبرت بيروح لمكان العصابة دي وبيبدأ يضربهم واحد ورا التاني لحد ما بيدخل أوضة موجود فيها مايلز مع أفراد العصابة، ويسمعهم روبرت وهم بيطلبوا منه إنه ينفذ عمليات قتل. فروبرت بيهددهم بالمسدس بتاعه وبياخده معاه لبره المكان. ولما روبرت بيقوله أنا افتكرت إنك رسام، مايلز ابتدى يشكيله إن الرسم عمره ما يخليه غني. الكلام ده بيضايق روبرت جدا لأنه عارف إن بالكلام ده مايلز كان هيضيع نفسه، وبيبدأ بعدها إنه يقنعه إنه يرجع لحياته من تاني. ومايلز بعدها بيروح البيت لروبرت اللي بيديله كتاب عشان يقراه، ومايلز بيعتذر لروبرت عن اللي عمله. روبرت بيكون في شغل تاني يوم وبيوصل شخص المفروض إنه رايح للمطار، لكن روبرت بيشك إنه قاتل مأجور حد بعته عشان يقتله،
لما انحرف عن طريق المطار، والراجل طبعا كان كل تركيزه انه يقتل روبرت وما كانش مركز مع الطريق. لكن روبرت بيقدر انه يتخلص منه وبياخد منه الموبايل بتاعه عشان يعرف بيشتغل لحساب مين. بيروح بعدها لبيت صديقه ديف اللي بيكون قاعد مع بنته، ومرات ديف بتستقبل روبرت وبتقول لديف صاحبك من ايام الجيش كان بقاله فترة على الباب. وروبرت بيقول لها انه كان القائد بتاعه من 7 سنين، وبيعرفوه بعدها على اولادهم. وبيقول روبرت لديف ان في شخص حاول يقتله امبارح وخد التليفون بتاعه، وديف بيقوله انه هيحقق في الموضوع ده بنفسه. لكن بنتفاجئ ان روبرت بيرن على تليفون ديف من تليفون الراجل اللي حاول يقتله، وبنعرف ان ديف هو اللي بعت الراجل ده عشان يقتل روبرت. ولما روبرت سأله ليه عملت كده، قاله ان بعد اختفائك الحكومة انهت خدمتهم هو والمجموعة بتاعتهم، وبعدها بدأوا ينفذوا عمليات اغتيالات لكن بمقابل مادي كبير، وان هم اللي قتلوا كالبرت ومراته، لكن ما كانوش يعرفوا انه بيشتغل لحساب الوكالة اللي بتشتغل فيها سوزان. وطبعا ديف هو اللي قتل سوزان بعد ما فشلوا الناس اللي بعتهم لها انهم يقتلوها، لانه كان عارف كويس ان هي الوحيدة اللي كانت ممكن تكشفه. وبدأ بعدها انه يقول لروبرت ان مفيش حاجة اسمها خير وشر، وان الحكومة دربتنا ان احنا نقتل وبعدين رمونا زي موظفين طلعوا على المعاش. لكن روبرت بيقوله ان الغلطات دي لازم تدفع تمنها. وبيخرجوا بعدها هما الاتنين، وروبرت بيقابل أعضاء فريق الاغتيالات اللي كان في يوم من الأيام القائد بتاعهم أثناء خدمتهم في الجيش. وروبرت بيقول لهم إنه مش فارق معاهم هما وصلوا لإيه ولا اتغيروا إزاي، لكن المهم إنهم قتلوا أعز أصدقائه، ودي أكبر غلطة عملوها، وإن بعد اللي عملوه ده هو بقى مضطر إنه يقتلهم واحد ورا التاني ومفيش حاجة هتقدر تمنعه. وبيطلب روبرت بعدها من زوجة ديف إنها توصله، طبعا عشان يقدر يأمن نفسه من غدر مجموعة ديف وهو ماشي. وبيروح ديف وعصابته بعدها لبيت سوزان عشان يتخلصوا من برايم جوزها، لأنهم قرروا إنهم يتخلصوا من أي حد ليه علاقة بالجريمة. لكن روبرت بيكون سبقهم وبياخد برايم معاه، وبيهربوا ويوصلوا بعدها لمكان آمن. ومايلز بيكون في شقة روبرت في الوقت ده بيدهنوا الحيطة بتاعته مقابل مبلغ مالي. لكن ديف بيوصل في نفس الوقت لبيت روبرت، وروبرت بيكون مع مايلز في التليفون لكن ما بيكونش قدر يخليه يهرب. مايلز بيحس ان في حد دخل الشقة، وروبرت بيطلب منه انه يدخل يستخبى في أوضة سرية روبرت عاملها داخل أوضة النوم، وبتفتح عن طريق زرار مخفي وسط الكتب في المكتبة. وبيكون روبرت بيراقب الوضع من خلال كاميرات في البيت متوصلة بتليفونه. ديف واللي معاه بيدخلوا الشقة وبيدوروا في المكان على روبرت، ومايلز بيكون مستخبي في الغرفة الآمنة، وبيشوف واحد من رجال الديف بيبص عليه من ورا الإزاز. لكن روبرت بيطمن مايلز إن الإزاز ده عاكس للضوء وإنه يقدر يشوفهم من جوه لكن اللي بره ما يشوفهوش. وبيوصل ديف قدام الإزاز وبيبدأ يبص جوه، وقبل ما يضرب رصاص على الإزاز كنوع من التأمين روبرت بيكلمه على التليفون عشان يعرفه إنه بره البيت وينقذ مايلز. وبيقول لديف بعدها انت عارف هتلاقيني فين. وبيخرج ديف واللي معاه من البيت، ولما مايلز بيطمن انهم خرجوا بيخرج من الأوضة وبيروح على باب الشقة عشان يمشي، لكن بيكون ديف مستنيه بره وبياخده معاه. روبرت بيكون في طريقه لمدينة كان عايش فيها زمان مع فيفيان مراته، وبيكون في عاصفة قوية جدا في المدينة فتم ترحيل كل سكانها. لكن ديف طبعا بيكون عارف المكان ده كويس وبياخد الفريق بتاعه عشان يتخلص من روبرت. وبيوصل ديف واللي معاه للمكان وبيقتحموا بيت روبرت لكن ما بيلاقوش حد. وديف بعدها بيطلع لبرج عالي عشان يقدر يكشف المكان كله. وبيبدأ بعدها أفراد الفريق بتاع ديف إنهم يدوروا على روبرت في كل مكان، لكن روبرت بيكون قدر يتخفى كويس وبيبدأ يتخلص من فريق ديف واحد ورا التاني. وبنشوف مهارات روبرت العالية جدا، وبالرغم من تفوق ديف ورجالته في نوعية الأسلحة لكن روبرت بيقدر يتخلص من كل فريق ديف. وديف بيكون فوق البرج وروبرت بيقوله في اللاسلكي إنه تخلص من فريقه بالكامل. وبيكون ديف حابس مايلز في شنطة العربية وبيبدأ إنه يضرب عليها رصاص عشان يجبر روبرت إنه يظهر نفسه. فروبرت بعدها بيقدر إنه يتسلل للبرج وبيضرب ديف، وبعد قتال قوي بينهم هما الاتنين روبرت بيقدر إنه يتخلص من ديف وبيرميه بعدها من فوق البرج. وبيخرج بعدها مايلز من شنطة العربية اللي بيكون اتصاب برصاصة في رجله لما ديف كان بيضرب على العربية، لكن روبرت بياخده للبيت وبيعالجه. وبيكون مايلز مصدوم جدا لما يكون عرف حقيقة إن روبرت مش شخص عادي.
وبيرجع مايلز لدراسته من تاني، وبيكون قاعد في أتوبيس المدرسة وبيرسم. ولما زميلته بتسأله بترسم ايه، بيقول لها انه بيرسم بطل خارق، وبتكون أوصافه كلها مستوحية من شخصية روبرت اللي شافها بعينه. وبنلاقي كمان انه خلص اللوحة الرائعة بتاعته على حيطة المبنى اللي عايشين فيه. وبسبب المعلومات اللي سوزان وفرتها لروبرت عن أخت سام، بيتقابلوا مع بعض تاني بعد غياب 60 سنة، وروبرت بيكون هو السبب الرئيسي لتغيير حياة الناس دي. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.